ودي حاجة بسيطة كده من اللي بتحصل في كواليس التصوير، قلت لازم تشاركوني اللحظة دي. بقلب البرام هرب مني، بس على مين هيتاكل؟ يعني هيتاكل. ما تقلقوش، هقلب لكم غيره كمان شوية. في حلة على النار هضيف حوالي ربع كوباية من الزيت وبصلة كبيرة متقطعة جوليان أو بصلتين وسط، وابدأ أشوحهم مع بعض كويس. بعد كده هضيف عليهم 4 فصوص من الثوم المفروم وهشوحهم تاني. معايا هنا حوالي كيلو الا ربع من السجق، انا طبعا بحطه في الفريزر يتجمد شوية عشان اقدر اقطعه. ضفت كمان فلفل رومي وحار، وطبعا كمية الفلفل حسب ما انتوا بتحبوه، اللي ما بيحبش الفلفل الحار ممكن ما يضيفش عادي. ضفت كمان السجق عشان يتشوح ويبدأ يفك مع البصل والفلفل. هو طبعا ما بياخدش وقت خالص، بالمعلقة كده ممكن نفكه من بعضه. هنسيبهم على النار شوية لحد ما يتشوحوا مع بعض كده، ابتدى يعني يدخل في السوا شوية. بعد كده هضيف عليه طماطم. معايا هنا حوالي كيلو الا ربع من الطماطم، ضربته في الكبة قطع صغيرة لاني مش عايزاه عصير. تمام، هشوحهم مع بعض لان انا حابة الطماطم تبقى ظاهرة قطع، وهبدأ اسيبهم يتسبكوا مع بعض شوية. ضفت لهم كمان معلقتين كبار من معجون صلصة طماطم، وهضيف كمان البهارات ملح وفلفل وسبع بهارات وبابريكا. هخلط كله مع بعض. وهو طبعا السجق ما بياخدش وقت على النار في التسوية، يعني 10 دقايق بالكتير وهيبقى كده ضمننا ان هو استوى كويس. وبكون مشغلة الفرن عشان يسخن في الوقت اللي انا ببقى بجهز فيه التسبيكة. كده شايفين حلو قد ايه؟ كده جاهزة معايا. صراحة طعمها كده روعة. هبدأ بقى اوزع السجق في برامات الفخار. ممكن كمان نغير في الطريقة، وبدل ما نضيف مكرونة نضيف قطع بطاطس متقطعة مكعبات ونضيف عليها موتزاريلا وندخلها برضو الفرن، هتطلع خطيرة. هبقى اجربها واقول لكم على الطريقة بتاعتها. واللي ما عندوش طواجن صغيرة ممكن يعملهم في صينية كبيرة او بايركس، او ممكن كمان بيتباع كده طواجن الومنيوم بتبقى بالغطا بتاعها جاهزة، بتبقى مخصصة للمكرونة دي. كده وزعت السجق كله على البرامات. اتبقى عندي جزء من الصلصة، هضيف عليهم مية سخنة وهظبط التوابل بتاعتهم تاني. تمام، لان طبعا المية دي مع الصلصة دي هي اللي هتستوي فيها المكرونة. هضيف البهارات بتاعتي، هي نفس البهارات، ملح وفلفل وسبع بهارات وبابريكا، وهظبط الطعم كويس جدا. وبكده جاهزة عندي. الخطوة اللي جاية دي ممكن تتعمل بطريقتين. ممكن نجيب المكرونة وهي نية زي ما هي نضيفها في البرامات ونضيف عليها الصلصة اللي احنا مجهزينها، بس اهم حاجة ان الصلصة تكون مغطية المكرونة بكمية كويسة عشان المكرونة تستوي. ونسيب مسافة في البرام علشان المكرونة هتزيد، او ان احنا نضيف المكرونة مع الصلصة ونقلبها كويس زي ما انا عملت دلوقتي. بس بأكد عليكم ان احنا لازم نزود كمية صلصة تغطي المكرونة. ضفت كمان طبقة من الموتزاريلا في النص وغطيتهم بورق فويل ودخلتهم الفرن. ودي النتيجة بعد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. وده طبعا بأكد على ان الفرن لازم نشغله قبل ما ندخل البرامات فيه بشوية. بسكينة كده هبدأ أفصل الجوانب من البرام وأبدأ أقلبه معاكم في الطبق. ودي كانت النتيجة. طبعا كنت بصور اللقطة الأخيرة في الفيديو، والبرام بصراحة يعني عمل الواجب معايا. بس أقلب واحد تاني. عايزة أقول لكم ريحته طالعة تحفة، وطعمه بصراحة جميل جدا. أنا كنت أول مرة أجرب المكرونة وهي مش مستوية، بس بصراحة طلعت حلوة قوي. بس زي ما قلت لكم أهم حاجة نغطي البرامات كويس قوي، لأن طبعا البخار ده اللي هيساعد في التسوية. اللي قلقان من قصة المكرونة نية وحابب يحطها مستوية برضه مفيش مشكلة، النتيجة في الحالتين حلوة. ممكن نقدم مع المكرونة بطاطس محمرة ومخلل، سلطة، أي نوع سلطة هتمشي معايا. اللي بيعمل المكرونة دي بطريقة تانية ياريت يقولي عليها عشان أجربها. شايفين حلو قد ايه؟ بصراحة أحلى برامات بتدفي في الجو الشتوي اللي احنا فيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واللي عجبه ما ينساش يعمل لايك وشير. واللي أول مرة يشوفني أنا شيري إمام. دمتم بصحة وهنا.